سوق مدينة بريدة في وسط المملكة العربية السعودية هو أكبر سوق لبيع الجراد في البلاد. هذا السوق يقبل عليه المئات من الباعة كل يوم لبيع أنواع وأحجام مختلفة من الجراد، ويعتبر الجراد من الوجبات المفضلة في كثير من مناطق المملكة العربية السعودية. الجراد يجي من أقصى ما أول ما يجي من أفريقيا، يعني على البحر الأحمر، يطب على الرابغ، على ينبع، على المدينة، تمام. ومعدى العالم تبدأ بالليل يلا الجلابة يسمونه الجرادين من أول. هم الحين لا، هالشباب يمسكون بالليل ويلا يبون الخياج، وبعد يومين بطريقتهم يجون منها. وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية تصدر تحذيرات مستمرة للمواطنين تؤكد لهم فيها أن بعض الجراد قد يكون ساما بسبب المبيدات الحشرية التي تستخدم لإبادته، ولكن الكثير من المواطنين يعتقدون أن أكل الجراد مفيد للصحة لأسباب كثيرة. قوي المناعة، هذه واحدة. ثاني حاجة للسكر. ثالث حاجة للقيلون. السعوديون في العادة يعرضون الجراد للشمس على مدى عدة أيام حتى يتجفف، ثم بعد ذلك يبدأون في طبخه وأكله. والملاحظ أن كبار السن الذين يعانون من بعض الأمراض هم الذين يقبلون على أكله. أكثر ما يقدمون عليها الشيبان أكثرهم، يعني كبار السن، ويقولون أنه يعني علاج، يقدمون عليه يدفعون دراهم يعني باهظة الحقيقة في مشترى هذا الجراد. ورغم التحذيرات الصادرة من السلطات الصحية السعودية، يستمر بعض السعوديين في أكل الجراد مؤمنين بفوائده الطبية.